السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة فيديو جديد هنعمل فيه الجلاش القمر ده. هنعمله بطريقة جديدة سهلة وبسيطة وشكلها جميل زي ما انتوا شايفين كده، شيك جدا، مغرية قوي للأطفال، طعمها فوق الوصف. هنحشيها بالكريم شانتيه مع المكسرات، مش حباه احشيها بالقشطة الكدابة، مش حباها احشيها بالنوتيلا او الفواكه، ليها طرق كتير للحشو. اللي حباه اعملي بيه، المهم انها سهلة جدا جدا. الجلاش هيطلع معاكي مورق وهش في طراوة، مش ناشف خالص. لو حابة تكملي معايا الفيديو ما تنسيش اللايك والاشتراك لو أول مرة تشوفي قناتي. ويلا نسمي الله ونصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبدأ في الوصفة. أول حاجة هبدأ بيها هي الشربات أو الشيرة أو القطر أو السيرب. في حلة أو كسرولة هضيف كوباية من المية، عليها كوباية من السكر، وعليها نص عصير ليمونة، حوالي معلقة كبيرة. هرفعها على النار بدون تقليب علشان ما يسكرش معايا. وبعد الغليان ب8 دقايق هضيف الفانيليا، وبعد كده هطفي عليها واسيبها على جنب لما تبرد تماما. تاني حاجة هعمل الكريم شانتيه. عندي 3/4 كوباية من الكريم شانتيه الخام، هضيف عليها معلقتين كبار من السكر البودرة. عندي كمان 3/4 كوباية حليب متلج في التلج بتاعه زي ما انتوا شايفين كده اهو، بديل الحليب المية، بس تكون ساقعة جدا زي الحليب كده. مش هاخد كمية الحليب كلها، انا هضيف بس نص الكوباية. ولو لقيت الكريمة تقيلة شوية او تقيلة قوي هزود شوية بشوية لغاية لما القوام الكريمة يظبط معايا. هقلب الاول المكونات كده بالمعلقه علشان ما تعفرش عليا وانا بضرب بالمضرب. هشغل المضرب لمده 10 دقايق، واول لما الاقي قوامها تقل بالشكل ده، الكريمه عامله كده بوز زي ما انتوا شايفين ومتماسكه، خلاص كده هبطل ضرب. الكريم شانتيه ال3/4 اخدت مني نص كوبايه حليب متلج بالمج العادي اللي موجود في كل بيت. هدخلها التلاجة ونرجع نشوف هنعمل ايه تاني. معايا هنا نص كيلو من الجلاش. يفضل تجيبي الجلاش اللي بيبقى عند الفطاطري، اللي بيبيع يعني الكنافة والقطايف والسمبوسة الحاجات دي. لانه بيبقى يعني كتير كده في بركة، وكمان بيبقى الورقة بتاعته رقيقة كده وطرية. فبلاش تجيبي اللي في السوبر ماركت، يعني يفضل ده احسن. هغطيه بفوطة علشان وشه ما ينشفش، وهاخد اول ورقة وهفردها بالشكل دوت. عندي سمنة، نسيت اقول لكم استخدمت نص كوباية سمنة وعليها ربع كوباية زيت، وممكن تستخدمي سمنة بس من غير زيت خالص. هاخد من السمنة وهدهن ورقة الجلاش بالشكل ده. على فكرة ممكن تقسمي ورقة الجلاش لاتنين، هتكتري الكمية معاكي، بدل ما تعملي من ورقة جلاش واحدة كورنيه واحد هتعملي اتنين. هتبقى شكلها حلو برضو. التوريقات بس هتبقى خفيفة، بس مش هتفرق كتير. بعد ما دهنت الجلاش بالشكل دوت زي ما انتوا شايفين، هبتدي بقى اتنيه تنيات كده ورا بعض، وابتدي اعمل شكل سبعات وتمانيات بالشكل ده، او على شكل احجاب، او يعني زي ما بتعملي السمبوسة كده. طريقة سهلة كده وبسيطة جدا ومش هتاخد مجهود خالص، اهو زي ما انتوا شايفين كده. وانت بتقفلي المثلث ادهنيه دهنه من السمنه، يعني في اخر المثلث كده زي ما انتوا شايفين بتفضل حته كده في الاخر، ادهنيها سمنه وادهني المثلث سمنه واقفليهم على بعض عشان ما يفكش معاكي تاني. هجيب المثلث وهمسك طرفه بالمقص بالشكل ده، وهقصه وهفتحه زي الكيمو كونو كده من جوه بالشكل ده، شايفين؟ هيديني شكل القرطاس. وعلشان القرطاس ده ما يريحش معانا اثناء التسوية ويتقفل مننا، هنعمل ايه؟ هنجيب ورقة زبدة او اي ورقة ما يكونش مكتوب عليها، ورقة بيضة، واقطع منها ورقة بس، يعني واقطع منها حتة بس تكون كبيرة شوية، وادخلها جوه القرطاس، واخلي الورقة يكون ليها طرف كده باين علشان تقدري تمسكي بيها وانتي بتخرجي الورقة كده من الجلاش. بعد كده هدهن وش الجلاش بدهنة من السمنة علشان يتحمر وياخد لون حلو زي ما انتوا شايفين كده. برصه في الصينية وما بدهنش الصينية خالص، تمام. وبعد كده بجيب السمنة وبدهن الجلاش كله من على الوش، تمام. مش هتدهني الصينيه لان السمنه طبيعي اللي بتدهني بيها وش الجلاش هتنزل في الصينيه، غير كده ان الجلاش كله سمنه يعني مدهون سمنه، تمام. هدخله الفرن على درجه حراره 180. هدخله في النص، طبعا بتكوني مسخنه الفرن قبلها. هشغل الفرن من تحت بس على درجه حراره 180، واحط الجلاش في النص على الشبكه في النص.
لما يتحمر من تحت هطفي الفرن واشغله الشواية عشان ياخد لون حلو من الوش. واول ما الجلاش بيطلع من الفرن بشيل الورقة اللي جواه، وبعد كده بسقيه بالشربات بالشكل ده. بسقيه كده من على الوش ومن جوه، احاول يعني ادخل الشربات فيه من جوه. الشربات بيكون بارد والجلاش سخن. شايفين الجلاش لونه ذهبي وجميل ازاي؟ ودلوقتي بقى نحشي الجلاش بتاعنا بالكريم شانتيه، وطبعا بنحشيه وهو بارد جدا، والا الكريم شانتيه هيسيح منك. وزينته بالمكسرات، ده سوداني مجروش، لونته وعملته زي الفستق، يعني زينته بالفستق الكذاب، بيدي شكل حلو وطعم جميل. ممكن تزينيه بفاكهة او اي نوع مكسرات عندك، او شوكولاتة مبشورة او كريز المتاحة عندك استخدميه. وممكن تكتفي بالكريم شانتيه بس كده وخلاص، وطعمه جميل وشكله تحفة برضه. شايفين شكله تحفة جميل، مورق وهش، كله طبقات، مليان كريمة من جوه، طعمه جميل. ومن حلاوته وطعمه الجميل خلص في نفس اليوم، وطلبوه مني تاني، بس المرة دي قسمت ورقة الجلاش لاتنين بالشكل ده، وعملت الكمية دي بأقل من نص لفة جلاش، وطلع شكله جميل، صغير شوية بس برضه مورق وخفيف وشكله عسول. يعني ورقة الجلاش لو قسمتيها لاتنين هتضعف الكمية، ومش هتفرق خالص عن لو عملتيها بورقة واحدة كاملة، غير ان دي بتبقى كبيرة شوية ودي حجمها وسط. طبعا عملته بنفس الطريقة، الاختلاف بس اني قطعت الورقة نصين. القطعة اللي كنا قطعناها بالمقص، القطعة الصغيرة، حطيتها في صينية وحمرتها في الفرن ورشيت عليها شربات ومكسرات وأكلتها، كانت مقرمشة وجميلة جدا. أتمنى تجربوا الوصفة وقولوا لي رأيكم إيه في التعليقات. أشوفكم على خير في فيديو جديد، مع السلامة.